حبايبي، جاي لكم بيوم جديد بفيديو جديد. هنعمل محشي واول مره هنعمله على القناه بتاعتي، وهتشوفوا طريقتي معاكم ان شاء الله، يا رب تعجبكم. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف احنا عملنا ايه. لا اله الا الله. حبايبي، عندي هنا كرنب كنت مفرزاه من ايام رمضان، حتى لسه ما فكش قوي. اهوت انا مطلعاه وحطاه في التلاجة من بالليل، بس لسه ما فكش قوي، لسه متلج اهو. هنعمل فيه ايه بقى علشان نشتغل بيه على طول؟ هنجيب ميه وهنسخنها على النار كده من غير ولا ملح ولا اي حاجه خالص، وهنبدا نحطه في قلب الميه كده اهو، عشان نعرف نشتغل بيه على طول. ده كرنب متفرز من ايام رمضان، انا طلعته من بالليل في قلب التلاجة عشان ما يعملش ريحه وحشه، وبعدين بحطه بقى في الميه السخنه كده واطلعه على طول باذن الله، ونبدا نشتغل بيه كده اهوت. مش هنسيبه يغلي، مش هنسيبه يغلي ولا حاجه، هو بس مجرد هيطلع، هنحطه في الميه وهنطلعه على طول اهوت. يا حبايبي انا بسقطه بس في الميه وبطلعه على طول، بيفك اهو بس ميغلاش، مش عايزاه يغلي عشان ما يتهراش منه، وفي نفس الوقت بنعقمه من الفريزر وبيبقى حلو ان شاء الله يعني اهو. مش بخليه يغلي خالص، يا دوبك الميه بغلي الميه الاول وببدا اسقطه بقى وبطلع على طول زي ما انتم شايفين كده اهو. طالع حلو اهو، ورقه بورقتها اهي، ولا مهري ولا اي حاجه، ونعقمه كمان من الفريزر اهو ما شاء الله. هيا حبايبي، هنبدا بقى نعمل المحشي بتاعنا اهوت كده. عملنا الكرنب وحطيناه في الميه السخنه وصفناه، هنبدا بقى ايه نكمل المحشي بتاعنا. انا ولعت كده على الحله اهيت، وبعدين هحط بقى الماده الدهنيه بتاعتي. انا بحب احط سمنه على زيت عن البصله وانا بعمل الصلصه يعني. طبعا انتوا عارفين المحشي بقى بياخد ايه، دهون كتير، بصل كتير كده يعني، عشان يبقى له طعم حلو يعني اهوت. ده كمان زيت اهوت، شويه زيت برضو كده حلوين برضو، مش قليلين يعني، مش قليلين ومش كتير كده. انتوا عارفين دايما ان انا بحب اعمل البصله على الماده الدهنيه على طول على النار، عشان ايه؟ عيننا ما تدمعش وبيكون احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده وبتكتري بتخنيها، بترققيها، بتنعميها، ده في ايديكي يعني. انا بحبها ناعمه. هنخلص هيا حبايبي، البصله كده بدأت تاخد اللون الاصفر، هنحط بقى معاها قرن فلفل، ده فلفل حراق كده مع البصله، بيدي ريحه وبيدي نكهه حلوه وطعم حلو. اهي بنقطعه كده تقطيعه صغيره اهي كله يعني، مش بنخش منه حاجه اهو. ماشي كده خلاص. وهنا الثوم اللي احنا مفرزينه برده مع بعض اهو كده، ونقلب بقى. اي حبايبي، الصلصه اهيت انا لسه عاملاها النهارده جديده، دي صلصه غير اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده اهيت. ودي معلقه نضيفه، ما ينفعش احط معلقه البصل في الصلصه دي. وهنبدا نحط صلصتنا بقى اهيت، هناخد اللي احنا عايزينه والباقي ايه خد الحاجه منها.
البصله طبعا خدت اللون اللي انا عايزاه، حلوه هي. انا بحبها كده يعني متبقاش غامقه قوي عشان ما تديش مراره كده، بتدي تيست حلو وبتبقى ايه، اللون ده بيخلي طعم المحشي حلو يعني، ما بديش مراره. مش لازم نغمق البصله يعني عشان ما تمررش مننا. هنا حطينا الصلصه اهي، هنحط بقى الملح بتاعنا، نحدق صلصتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بحب احط البهارات مع الشبت كله على الرز في الاخر، مش بحطه مع الصلصه يعني. هنا حبايب الصلصه سبكت اهي، هبدا احط بقى عليها الشبت. انا حطيت قطعت الشبت مع الرز مع كله كده، وبعدين بحب اضيفه بس عليها على النار مفيش ثواني وبشيله على طول، ما بحطوش كتير يعني. هنا حبايبي بقى ابدا ابهر. احط كمون، كتر الكمون شويه، فلفل، وانا حاطه كزبره مع الكمون برضو، حاطه كزبره مع الكمون. ده بس ما بحبش احط بقى بهارات محشي ولا حاجات من دي. انا المحشي طبيعي كده من غير بهارات محشي ومن غير اي حاجه من دي خالص، وبيبقى ما شاء الله طعم وريحته ما شاء الله. كده اقلبه بس هي تقلبتين اتنين كده، ادخل الصلصه في الرز كله، وبعد كده بطلع ده. اي حبايبي في هنا عود نعناع اخضر اهوت، احطه، ده بيعلي التيست في الاكل شويه، خلي ريحه الاكل حلوه، وحلو كمان علشان الانتفاخات والحاجات دي اهوت ما شاء الله. طبعا هنا بقى انا ايه، دخلت الرز دخل عمل مع الصلصه اهو كله دخل كله في بعضه، مش محتاج بقى النار، هطفي النار خلاص كده، طفينا. هي يا حبايبي هنا انا مستعمله الحله اللي انا عامله فيها الصلصه، قطعت فيها العيدان بتاعه الشبت وبصلايه، وكده هنبدا نحشي المحشي بتاعنا ان شاء الله. اهو تشوفوا الورق جميل ازاي اهو، الورق اهوت ما شاء الله. اخد بقى على قد المحشايه اهوت حبايبي، باخد بقى على قد المحشايه كده، اقطع كده كام واحده اهوت معايا، ولا مهري ولا فيه اي حاجه ولا بيشد ولا مجلد ولا اي حاجه، اهو زي الفل. اي حبايبي عندي فرختين اهمت ما شاء الله، الله اكبر. فرختين، ده فراخ من اللي هي الحمراء اللي هي الساسو مش بيضه، ما شاء الله الله اكبر اهمت. الفرخه دي تقريبا يعني ايه 2 كيلو ونص اهي، قلبها زي الفل اهيت ما شاء الله اهيت. انا عملت لها المرده، حط لها بقى المرده كده جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا برضو بين الوراك كده، يا رب يكون واضح قدامكم، بين الوراك كده اهيت. واقوم جايبه كبدتها جواها ونصيتها برضو اهيت، وابدا اقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ادي واحده.
ونبدأ بقى في التانية. المادة بتاعتهم اهيت. معلش نسيت اوريها لكم برضو من الاول. ملح وفلفل وكمون مع البصل. انا ما بحطش اي بهارات تانية غير بتاع بهارات الفراخ والحاجات دي بس، لكن اي حاجة تانية ما بحطهاش. فلفل، كمون، بهارات فراخ، حاجات من دي بس. دي كمان شوية اهيت برضو جواها. هنا برضو الكبدة اهيت ونصع، وابدأ اقفلها. واحطهم هنا برضو اهيت كده، ياخدوا بقية المردة اللي في البولة. جبت حته صابونه من اللي انا عاملاه امبارح قدامكم، اللي انا قعدت تدويره اهوت، وهجربها كده. ما شاء الله، ولا عاد اي حرقان خالص، ولا عاد اي حاجه اهو اهو، ولا عاد اي حاجه خالص اهوت اهو، زي الفل. ورغوته جميله جدا ما شاء الله اهوت، رغوته حلوه اهي، ولا بيحرق بقى في الايد ولا اي حاجه اهوت. اهي رغوته اهي اهو، بقى حلو جدا جدا جدا، وينضف كمان. يا حبايبي، وريحته ما شاء الله، ريحته حلوه جدا، ولا في اي ريحه بطاش ولا ريحه اي حاجه من المكونات والحاجات اللي احنا حطيناها معاه. ريحته جميله جدا ما شاء الله. يا رب فيديوهات تكون بتعجبكم حبايبي. اهي نضيفه جدا اهي. هنا حبايبي انا ولعه الفراخ عشان تلحق تستوي كده. حط معلقه سمنه اهيت، حاجه معلقه يعني بس مش كبيره قوي يعني كده، يا دوب عشان ما بحبش انا الدهون كتير يعني. بحب الوح الفراخ، مش بحب احطها في ميه. اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما احب احط الفراخ بحب احطها على الجهه اللي هي ايه، اللي فيها الصدر، فيها الصدر كده. الحله تاخدهم، نحط واحده كده وواحده كده. هنا يا حبايبي هحط لها الحاجات بتاعتها بقى: بصل، جزر، طماطم، ورق لورا اهو كده، ودي كمان بهارات فراخ يا حبايبي. خلاص حشينا اهوت، ودي الفراخ كمان بتاعتنا استوت اهيت خلاص اهي. يا رب تكون واضحه قدامكم اهيت. شوربتها رايقه وجميله اهي. نبدا بقى ايه،
نطبخ المحشي بتاعنا، وأما اخلص خالص خالص هوري لكم كل حاجه معاكم، هشوف كل حاجه معاكم. يا حبايبي خلصنا اهوت ما شاء الله. وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ويا رب اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.